السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي قناة أمل زين. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. على بالي بلي طولت الغيبة، لكن الحاجة الوحيدة اللي تشدني عليكم يا البنات هي الظروف الصحية. لأنه أصابتني جلطة وردية. هذه المرة الثانية اللي أصابتني، والحمد لله على النعمة. يعني راني نوقف بالعقل بالعقل. الحمد لله، اللهم أديمها نعمة احفظها من الزوال. هنايا بديت معكم روتيني بيوم الجمعة بيان سور من الصباح، قراءة قرآن وعطيت حق الله. رحت درت هذاك البخور، بخرت البيت تاعي لأنه يوم الجمعة نحب نبخرها. وجيت هنا طيبت القهوة بعد ما طلع الصباح كما راكم تشوفوا. استقهويت انا يعني اول وحده تنوض في الدار، استقهويت يعني وحدي كما راكم تشوفوا. ومن بعد نطل الشغل تاعي. اول حاجه درتها البنات، درت ماشينه لانه كنت في داري راه كل حاجه بالبوسيير بالغبره، لازمني كامل نعاود نغسل نعاود، لكن بالعقل بالعقل حتى يعني نكمل يعني نكون معكم وتونسوني ونونسكم. ونديرو التحفيز لبعضنا بعض. شوفوا البنات، هنايا درت لازم ندير الجافيل للماشينه، لهذوك المخايد درتهم كيما راهم في الماشينه وغسلتهم باش لاوات اللي تكون داخل تتنقى. هنايا دوشت وليدي وبعته باع الزوج. هنايا راح نوريكم هذا الحاجه اللي راح نديرها هنايا. هي هذه حاجه صحيه، الحليب بالكركم، على بالي بلي تعرفوه. على بالي تقولوا لي اما كيفاش ديري فلفل الكحل والكركم والحليب. الحليب من الاحسن ان يكون حليب جوز الهند باش يكون صحي 100%. هذه وصفة يعني سحرية للصحة. راح نزيد نتكلم معكم على امور كثيرة كثيرة البنات اللي اكتشفتها وراني نديرها، وان شاء الله يعني ربي يشفيني ويشفي كامل امة لا اله الا الله. هنايا بديت بالدوش كما راكم تشوفوا. كان عندي غير الجافيل والصابون تاع الاومو، مازال ما قضيتش. كما راكم تشوفوا البالي راهي تلعب. رحت درت لها يده واحده اخرى تاع الفروطوار، وبديت نسيق التواليت اعزكم الله والدوش سانيتير يعني من الفوق للتحت. قلت نحي على روحي شويه ونساعد نفسي، ما لازمش يعني كي نحس روحي مليحه ومانيش دايخه نحاول اني نبروفيتي الوقت اللي نكون فيه صافا ونخدم نخدم المنزل تاعي. وما كاش كيما نقاي البنات تحسي روحك يعني فريشكا كما احنا نقولوا. نحب نشم ريحه النقا البنات، لانه البيت تاعي عندها بزاف بزاف ما تنقاتش. يعني نقو صراحه، كاينين اللي كاين اختي تجي تنقيلي، لكن الوحده ما كاش كيما وحده تعرف بيتها، تعرف كيما احنا نقولوا الكوانات، وتعرف كامل كيفاش تدير. هنايا كما راكم تشوفوا نقيت كامل البنات بالماء والصابون والجافيل، رجعت كل حاجه تشعل في الدوش وطواليت. مازال امور واحده اخرى راح ندير معكم روتيناتي بالعقل. كما راكم تشوفوا راني ندير لكم في اعوذ بالله استغفر الله. راني ليكم في المونتاج ونكون هنايا يعني في الليل، يعني بعد 9 لما ناكل الدواء تاعي ندوخ يا البنات. ما نعرفش روحي كامل واش راني نهضر، لكن قلت نتونس بكم. راني وحدي في المنزل، الزوج برا ومع الاولاد. قلت نبروفيتي الوقت ولوكازيون وندير لكم المونتاج باش نبعث لكم الفيديو باذن الله. كما راكم تشوفوا انا هنايا حبيت ندير لوليداتي فطور يعني. عندي بزاف ما طيبت وعندي بزاف ما درت لهمش. قلت ندلل يعني، ولا كما احنا نقولوا ندير لوليداتي الحاجه واش كتب ربي، نفرحهم طاوله يعني بسيطه على قد الجيب على قد الموجود. شفت الزوج جاب لي الدجاج والاخر، قلت نبروفيتي وندير لهم فطور اشباب. شوفوا البنات، الجود بالموجود والحمد لله على صحة البدن. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما نقيت كامل الدوش فحفحته ونشفته، هذه هي النتيجة تاعو. شوفوا البنات يا مزيان نقي لو كان يبقى،
لكن للاسف رانا في فتره العطله الصيفيه، ما يكونش كامل النقاء 100%. هنا بعد ما درت هذوك المخايد ونشفوا ما كتشوفوا راني نغسل في المخايد بالوحده بالزوج على حساب المقدور تاعي. هنايا جيت درت رغوه للافابو لانه عنده بزاف ما تنقاش. كنت قلت لكم البنات لابوسيير هي اللي هلكت لي الدار. قلت نبروفيتي لوكازي ونبدا نقي بالعقل. هنايا بديت نغسلها وغسلت الاواني اللي نستعملهم فقط للطياب ولا اللي ناكلوا بهم، وبالعقل نخدم الاشياء الاخرى. ربي يقدرني ويقدر كل واحد يا رب. كما راكم تشوفوا هنايا راني نغسل في لافابو وشللته وكملت يعني غسلت المواعن اللي نستعملهم، وبديت نطيب يعني ما حاش ندير لكم الوصفه، راح ندير لكم فقط يعني جزء منه. كما راكم تشوفوا هنايا كل شيء راه بالتفصيل وكل شيء راه امامكم. قلت لكم البنات راني نخدم بالعقل وما ترهقوش نفسكم. البنات اللي راهي مهتمه باش تعرف الدواء اللي ناكله وشنو هو الريجيم اللي ناكله مع الدواء، يعني وش الاشياء اللي ناكلها والاشياء اللي ما ناكلهاش. كاين بزاف ناس اللي ما تعرفش كاين امراض داخليه. كنت انايا كنت اوسبيتاليزي في بني مسوس لمدة من الوقت. راح إلى كنتم مهتمين باش تعرفوا المرض هذا تاع الجلطة الوريدية، راح نهدر لكم فيه بفيديو مفصل بلي بروف، ندير لكم كامل واش درت لي زاناليز واش لقاولي واش عندي واش ما عنديش. ان شاء الله راح ندير لكم فيديو. قولوا لي فقط راح ندير لكم التفصيل يعني فيديو بالتفصيل المفصل. هنا كما راكم تشوفوا راني نصوتي في اللوبيا ونصوتي في شويه زوديه. هنايا طيبت فخاذ تاع الدجاج مرق بصل وطماطم يجي بزاف بنين. هنايا بدون اضافه اي ماء، هنا فقط الماء تاع الدجاج اللي تاع الخضره وتاع الدجاج هو اللي راني نصوتي فيه الخضره. وقليت لهم شويه بطاطا. انا هاد البنات دوكا تشوفوا هذه الطاوله كامل كنت يعني راني ريجيم ومشي كنت راني مازالني ريجيم ومازالني راني نتبع عند الطبيبه. هذو كامل ناكل غير شويه فريت فقط يا البنات، لا سلطه لا حتى حاجه كما راكم تشوفوا. الحمد لله. المهم الانسان يكون فقط صحيح حتى نبرا وحتى نشوف المشكل وراه المشكل. هذه هي الطاوله تاعي المتواضعه، نتمنى تعجبكم. هنايا جيت مع العشيه كان كاين عندي العشاء بقالي من الفطور. عندي هنايا الفلون كما راكم تشوفوا تاع الميزان، حتى يعني الفلون تاع الميزان ما يجيش ثقيل كما الفلون تاع لي بواط. هنايا في الليتر ندير 150 145 140. المهم ندير اكثر من الغراماج اللي نورمالمون نديرها في لتر تاع حليب. ندير 120 حتى 140. في العوض ندير 100 غرام. قلت قبل لا يخسر هذا ولا يبيري ما نبروفيتيه لوليداتي ونفرحهم. ودرت لهم فلون عادي كما راكم تشوفوا في الاخر يعني ديكوريتو يعني كان عندي حبات تاع بنان ديكوريتو. وهذه هي نهار تاعي. نتمنى الفيديو يعجبكم يا البنات، ونتمنى انكم اني نكون خفيفه ضيفه يعني خفيفه عليكم. وإلا عجبتكم الفيديوهات تاعي او عجبتكم طريقه التقديم وطريقه الفيديوهات، نتمنى انكم تكتبوا لي تعليقاتكم في لي كومونتير، راني نستناهم. تلاقاو فيديوهات واحد اخرين. سلام حبيبات القلب.